قلنا يعني الموضوع كبير، احنا ركزنا فقط على الحقوق المتبادلة بين الزوجة والزوج، حق كل واحد فيهم. نعم. طيب غنبداو بالمرأة الزوجة. أول حق هو حق الحقوق المالية المتعلقة بالمرأة، ولما تنقول الحقوق المالية هو حق المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كاين اللي تيأخر الصداقة وما تيعطيش، كاين اللي تيضحك على المرأة يعطيها واحد المبلغ بسيط إلى آخره، من بعد كيجرجرها ما يعطيهاش. هذا الحق حق المرأة ويجب أن تتسلمه، وإلا بمعنى أن هذا الزواج هذا ما تمش على الأركان اللي بغى ربي سبحانه وتعالى. جوج، النفقة والكسوة يدخلوا فيها في الحقوق المالية، النفقة والكسوة والأكل والشرب والمتعة ديالها، يعني في يعني الأغراض ديالها الخاصة بها، هذا كله كيدخل في النفقة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف حقا على المتقين. ثم كذلك الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فهنا لا بد من الانفاق على الزوجه، تنفق عليها في الاكل ديالها، في الشرب ديالها، في اللباس ديالها. تيكون واحد المصروف اللي تيدار، يعني تحتاج المراه لبعض الاغراض ديالها الخاصه، يعني راه معروف تتزين تتعطر على كل حال. فهاد الامور هذه تحتاج الى منين غتمشي تجيبهم. كاين بعض الرجال اللي تيقطروا على الزوجات ديالهم، يعني تيقطروا تيبخلوا في هذه المساله هذه، هي تمشي تقلب. فين غتمشي تقلب؟ ان لم تعطيها انت الزوج ديالها فين غتمشي؟ تسال الاخرين؟ مش عند والدها يقول لك راه دير انت نتوما جوج راه عندك الاخري، الا كان الاباء لا باس عليهم. ثم كذلك لا ننسى كذلك الحقوق. ثاني حق وهو الحقوق النفسيه. الحقوق النفسيه اهم الحقوق هي هذه بعد الحقوق الماليه، الحقوق النفسيه. ولما تنقول الحقوق النفسيه تنقصد بها حسن المعاشره. هذا هو الموضوع اللي بزاف تيجيونا فيه بزاف ديال الاسئله، دار ليا هو وهذا المالي، هاد الجوج هادو تيجيونا فيه الاسئله كثيره. ولما تنقولوا حسن المعاشره هو حسن التعامل، حسن كيفاش تعيش مع الزوجه ديالك في امان في سلام الى اخره. والله لا يصل الى هذا المستوى الا الانسان المسلم الملتزم بالدين ديالو، اللي تيخاف الله وتيخاف الوقفه ديال يوم القيامه، تيقول هاد السيده دي ما نضيعهاش حتى ولو يتقلق لحظه من اللحظات كيرجع لا راه ضيعتها، ثم يعود فيعتذر. والاعتذار لا يقوم به الا الانسان الحق اللي تيقبل الحق وتيبغي الحق. ولذلك ربي سبحانه وتعالى لما حسن المعاشره قال لك وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فحسن العشرة من حسن التعامل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الصحابة خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فأفضل الرجال هو من يتعامل مع زوجته بالحسنى، ماشي خير الرجال من يتعبس، خير الرجال اللي كيصوت، خير الرجال اللي كيضرب، خير الرجال هو القاسي، خير الرجال اللي ما ولادو الله يستر كيكرهوا. سمعتوهم في الاسئله هنا كاين اللي كيكره باه باغي ليه الموت كاع كيدعوا على والديهم بالموت لقسوتهم. راه المسلم لا يكون قاسيا بهذا الشكل هذا، المسلم رطب القلب رطب الكبد. ولذلك الحديث ديال الصحابي اللي شاف النبي كيقبل الحسن والحسين ويلعب معهم، هذا يطلع لي الظهر وهذا من هنا، والنبي كيلعب معهم، تيقول لي يا رسول الله إن لي 10 من الأبناء والله ما قبلت أحدهم أبدا قط، ما عمرك قبلت شي واحد فيهم. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما أملك لك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة. يعني إذا كان سيدي ربي نزع الرحمة من القلب ديالك أنت قاصح اش غندير لك؟ هذا حق. ثم من الحقوق كذلك حقوق الزوجية كذلك، الزوجة كذلك إعفافها في الجماع، وهذا أمر خطير يا إخواني الكرام. يعني أعزكم الله إن الله لا يستحي من الحق. أحيانا الزوج يقضي حاجته ويترك زوجته هكذا دون. فشنو الحل ديال هذا الشيء كاع كله؟ تنتظر المرأة مرة تنتظر إلى أن يفيض الكاس، المرأة كتبدا تطمح
وتبدا تفكر في الافكار السوداويه، وكيجي عدو الله اي ماشي مشكل ماشي مشكل، هو فعلي، فتجدها يعني تلجأ الى الحرام. ولذلك تلقى عائلات يعني تلجأوا للحرام لان الازواج ديالهم ما تيفكروش، انانيين لا يفكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف قال لك لا يقع احدكم على زوجته كالدابه، بحال البهيمه، كيجي البهيمه تلقى مع البهيمه. لا، لابد من تقديم، لابد من تقديم، والتقديم فيه يعني نحن صائمون، تقديم 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 إلى أن يصل إلى تحريكها ويقضيان شهوتهما معا، ويصبر على زوجته حتى تقضي شهوتها ثم بعد ذلك يقضي شهوتها. الحياة في الدين، هذا الكلام هذا خصو يتقال. احنا ما عندناش هذا القليل اللي تيفهم في هذه الامور هذه واللي تيدير هذه الامور هذه وتيعرف في الزوجه ديالو، يعني مجرد هو يقضي حاجته وانتهى الامر، يعني يعاملها كالبهيمه. فهنا تيكون مشكل كبير اللي تيخلي بزاف ديال الزوجات تيفكروا في الحرام وتيتسائلوا انا يعني تتقول لك انا دابا 4 شهور، انا 5 شهور، انا عام، انا لا يفكر انا. فهذا من بين المشاكل، هذا حق اللي خص الزوجه، خص الزوج يفكر في الزوجه ديالو، ما تكونش اناني لانك غتدمر الاسره ديالك. اما انك تصبر وتحاول انك تعطي للزوجه ديالك حقها لتتمتع، واما سياتي غيرك ليتمتع بها. اختار واحده من الجوج، اما ان تتمتع بها انت وتكفيها وتؤدي حقها، واما ياتي من يقوم بذلك والطامه الكبرى. نعم. في الجانب الاخر يعني كذلك حقوق الزوج كذلك على الزوجه، حقوق يعني احنا ما ساليناش حقوق الزوج، ولكن على كل حال باقي ما يدخل على كل هذه 3 بركه. حقوق الزوج الطاعه، اول حاجه الطاعه، ثاني شيء وهي انها تحفظه في المال ديالو وفي في في في, في, في نفسها، الشرف ديالو. وهذا كله جمعوا الحديث النبوي اللي كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وهذا حديث صحيح، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا راه متاع، وخير متاع يعني احسن متعة شهوة، احسن يعني شيء في هذه الدنيا هذه اعطاها سيدي ربي للزوج هي المرأة الصالحة. اذا امرها اطاعته، وهنا خصنا نوقفوا على كلمة أطاعته. إذا أمرها في طاعة الله، إذا أمرها حيث تكون الطاعة يعني فيها خير، ماشي الحرام. أجي نهار السبت نحطوا ذاك الحمر والكيسان ونديروا لا تطيعوا في هذه الأشياء. لا تطيعوا كذلك في الأمور اللي فيها الحرام، يعني في مثلا كان يطلب منها شيئا المكان غير مكان الزرع، وفي الحيض لا تطيعوا، حرام، لأن هذه الأمور هذه تبقى حرام. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرها أطاعته، وإذا غاب، إذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إلى غاب سافر الخدمة العمل حفظته في نفسها من الزنا، لا تخون، وماله لا تضيع ولا تبذر أمواله. هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة، هذا حق من حقوق الزوج يعني الحفظ. ثم كذلك من الحقوق كذلك تمتيعه بالاستمتاع بها، لا تمتنع ولا تقول مثلا أنني كذا أنني كذا، اللهم إلا في الحالات القصوى اللي كتكون فيها المرأة مريضة أو يعني لديها مرض متعب ولا تستطيع، فهنا خص الزوج يقدر هذه الأمور هذه. فإذا منين كيجينا حنايا المشاكل ديال الحياة الزوجية؟ كيجيونا مناش من الجانب المالي، ما تيعطينيش. حنا سمعنا أن أمينة المرأة تتمد يديها تتهز الفلوس، فالمرأة تتسل الزوج ديالها حق أنه خصو يمتعها، خصو يوفر لها الملبس، المأكل، المشرب، يوفر لها كذلك الغذاء، الدواء، يوفر لها كذلك ما تلبس وتتزين به. على الأقل يكون المصرف ديالها في الجيب ديالها، تريد مثلا الذهاب للحمام، تريد الذهاب إلى أهلها، تريد يعني هذه الأمور هذه كلها الزوج مكلف ومسؤول عن الإنفاق المالي. ثم الزوجة هنا يعني لها يعني إذا وفر لها هذه الأشياء هذه كلها ما عليها إلا أن تكون يعني متفاهمة مطيعة لزوجها. احنا عندنا الإسلام الطاعة لا تعني العبودية، لأن بزاف الناس الآن كيسمعوا لنا عبر النايل ساتيليت أو لنا الطاعة يعني العبودية. طاعة الزوجة لزوجها في طاعة الله، في مرضاة الله، في الخير، ليست عبودية بل عبادة لله سبحانه وتعالى. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة.
واحد الزوج تيهز اللقمه تيديرها في الفم ديال الزوجه ديالو، صدقه ياك؟ هذه صدقه معروفه. ارايتم يعني لما يجمع الزوجه ديالو وتطيعه في ذلك صدقه. قال احدهم يا رسول الله او ياتي احدنا شهوته ويكون له صدقه؟ قال نعم. ارايت ان وضعها في رحم لا يحل له ايكون عليه وزر؟ قال نعم. فلذلك الحياه الزوجيه يجب ان تخضع للتفاهم، للطاعه، الطاعه في طاعه الله. المراه لما تكون عارفه اش كدير، الراجل كيعرف شنو كيدير، كل واحد فيهم تيقدر الاخر. والاحترام المتبادل، احترمها احترم اهلها، تحترمني تحترم اهلي ووالدي. التقدير، هذا هو التقدير. ثم اكبر شيء هو ان نجتمع، الله يجزيكم بخير تذكروا هذا الكلام هذا من هذا العبد هذا، ان تجتمع الزوجة والزوجة يتجمعوا بجوجهم على طاعة الله. اي بيت ليست فيه الزوجة والزوجة ما مجموعينش على الطاعة، ما مجموعينش على العبادة، على الصلاة، على طاعة الله ورسوله، على أن نلتزم بالإسلام، هذه الزوجية ما هي زوجية، ما هي والو. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه الكلمات البسيطة وبهذا الشيء اللي قلنا البسيط الدقيق ننتفع به، ونخليو يعني الأسرة تمشي في إطار الحلال راه انتم ما تشوفوش ماذا يحاك للأسرة. أعضاء الله من خلال يعني المنظمات الدولية البرة خدامين في العالم الإسلامي، خدامين تينبشوا وتيحاولوا يقتنصوا المنظمات اللي كاين في العالم الإسلامي ويغريوهم بالأموال باش يضربوا القيم الإسلامية، باش يضربوا أحكام الإسلام. هذا الشيء اللي بقى في الإسلام ديال في الزواج وفي المسجد ديال يوم الجمعة، الشيء اللي بقى هذا هو اللي كيضربوا عليه آخر شيء، يضربوه يحيدوه ما بقى والو. فلذلك يعني هذه المنظمات واش من بان لكم غير الاسلام والزواج وكذا، الشيء اللي بان لكم؟ ما بانش لكم هذه المراه هذه اللي محنه مسكينه مع المصروف اللي مع ما بانش لكم تيبان لكم غا سبحان الله العظيم. فانتبهوا جيدا لهذه الامور هذه وتستقبل الحياه ديالنا على الدين ديالنا. والله العظيم ان شاء الله تعالى سنكون امام يعني لما غادي تستقبل الحياه ديالنا على الاسلام سنكون امام واحد السعاده لا تتصور.